السلام عليكم، يسعد اوقاتكم احلى عالم بالعالم. اليوم بدنا نعمل مع بعض عجينة السمبوسة. ما شاء الله طلعت شي ناهي على الاخر، اللون مثل الذهب والقرشة شي ناهي على الاخر ما شاء الله. ساويت بجبنة وساويت بالشيش. كل هدول حبايبي بكاستين طحين. تعالوا شوف الطريقة غوالي. ما شاء الله ما شاء الله. اول شي بدي احط كاستين طحين، ومن بعدها بدي احط معلقتين نشا. لكل كاسة طحين معلقة نشا. وهلأ بدي احط نص ظرف بيكنج باودر، بيطلعوا نص معلقة كبيرة تقريبا، وبدي اعمل لهم تحريكة مع بعض. هلأ بدي اضيف معلقتين لبن زبادي وشوية زيت نباتي، ما بدي كتير. وهلأ بالنهاية كاسة مي دافية، وبدي اعجنهم كلهم مع بعض. بجوز احتاج رشة طحين وبجوز لا. حبيت اعجنها على ايدي مشان اللي ما عنده عجانة يشوف كيف بتنعجن. شغلتها 5 دقايق. هلأ تماسكت العجينة، بدي احط رشة طحين تقريبا شي معلقة وارجع اعجنهم. ما شاء الله ما شاء الله، مبين بدها تطلع شي ناهي على الاخر. هلأ غوالي بعد ما تماسكت العجينة بدي احط لها شوية زيت نباتي ونعمها شوي. كل ما نعمناها اكتر كل ما بتطلع اظرف. ما شاء الله العجينة صارت مثل الراحة. شوفوا ما شاء الله على هالمنظر، شي فاخر على اخر. يا عيني يا عيني حبايبي، العجينة ما بدها رياحة. هلأ بس خلصت بغطيها، بنجهز الحشوة ونبلش فيها. شوفوا ما شاء الله العجينة حبايبي، شي فاخر على الاخر. هلأ بدي غطيها وحطها على جنب. ما شاء الله ما شاء الله. هلأ بدي جهز الجبنة. عندي جبنة بلدية مالحة بيضة، وعندي جبنة موتزاريلا صفرة. بدي احط شوية حبة البركة، وبدعكن دعكة تكون مرتبة. حبايبي اي نوع جبنة بيضة فيكم تحطوها وتضيفوا إلها الجبنة الموتزاريلا الصفرة مشان على القلي ما تطلع الجبنة معكم. ما شاء الله ما شاء الله. هلأ هيك الجبنة صارت جاهزة. بدنا نجهز تتبيلة الدجاج. بدي احط شوية زيت نباتي، ومن بعدها بدي انزل البصل والثوم. هلأ بدي اقليهم شوي مع بعض. انا مقطع الدجاج حبايبي راس العصفور، قطعة صغيرة مشان تستوي. هلأ بس استوى الدجاج بدي اضيف فليفلة ملونة حمرة وصفرة. الالوان بتاخد العقل صارت ما شاء الله. هلأ حبايبي بعد ما استوى الدجاج وتقلت الفليفلة مع الدجاج بدي اضيف ملح وفلفل اسود، وبدي احط بهارات الشيش مع شوية بابريكا ورشة أوريغانو بيعطي طعم طيب. هلا هيك التتبيلة صارت عنا جاهزة ما شاء الله. مبين شي فاخر على الآخر. هلا حبايبي بدنا نقرص العجينة. فيكن تمدوها كلها انتو على الطاولة وتقطعوها بفنجان وتحشوها، وفيكن تقرصوها بهي الطريقة. ما شاء الله عن جد العجينة ولا أروع من هيك. بس تجربوها حتدعولي أكيد. هلا بعد ما قرصت الكمية كلها بدي رقب الشوبك بهالطريقة هاي. ما لازم تكون سميكة ولا لازم تكون رقيقة كتير، وسط. ما شاء الله ما شاء الله. حبايبي فضلا وليس أمرا اللي مو متابعني على اليوتيوب، اسم صفحتي الشيف نور الدين. هلا بعد ما حطيت الحشوة بدي سكرها بهالطريقة هاي. أهم شي تسكروها منيح حبايبي. والعجينة ما لازم تكون متلوتة بالطحين مشان ما تفتح معكم، مشان تلزق منيح. هلا بدي نقشها بهي الطريقة. شغلة سهلة وسريعة. ما شاء الله ما شاء الله، ولا أروع من هيك يا عيني. هلأ خلصت من الجبنة، صار وقت حشوة الشيش. كمان بنسكرها بهي الطريقة. مثل ما قلت لكم حبايبي أهم شي تسكروها منيح، وبنرجع بننقشها بهي الطريقة. شغلة سهلة وسريعة. حبايبي عيار كاستين طحين تقريبا طلعوا معي 35 قرص. ما شاء الله شي فاخر على الآخر. غوالي ما تنسوا تعملوا لي إعادة نشر مشان المقطع يطلع اكسبلور. هلأ عندي هون الزيت غزير حامي، بدي نزلهم فورا على التقليب. ما بياخدوا وقت كتير. شوفوا ما شاء الله العجينة مثل الذهب. ذهب عيار 22 ما شاء الله. الله يبارك له. هلأ قلينا الجبنة وبدي اقلي الشيش. ما شاء الله ولا أروع من هيك. هلأ بدي اقسم وحدة قدامكم. شوفوا الجبنة شلون عم تشط وتمط يا عيني.
والطعم ولا أروع من هيك. وهي الشيش. ما تنسوني من دعمكم غوالي، انتو أحلى عالم بالعالم. تحياتي إلكم أينما كنتم. يلا باي باي.